خير يا اخويا، ما تعيط ليه؟ عليا ديون كتير يا اخويا، وهبيع البيت، فعايز فلوس اسدد بدل ما ابيع البيت. ديون ايه تاني؟ احنا مش سددنا لك السنه اللي فاتت كل اللي عليك؟ ما بعدها يا اخويا جبت 200,000 جنيه وكان عليا جزء من الفلوس، واشتغلت بجزء تاني، وخسرت الجزء التاني في البضاعة. بضاعة ايه يا عم؟ هو انت كل شويه تطلع بكذبه جديده؟ بطل الزفت اللي لما تشرب كل شويه دواتي وشوف مصلحتك. والله يا اخويا بطلته من زمان، بس زي ما انت عارف المصاريف تجيل علي. مصاريفها تجيلي عليك برضك ولا هي اللي تجيلي عليك؟ هي مين؟ تقصد ايه يا اخويا؟ اقصد مرتك وبناتك اللي كل شويه طلباتهم وانت عامل زي الجحش، كل ما يسيبوك تتساق. تشكر يا اخويا. اشكر؟ هي كلمه الحق تزعل؟ مالك يا شوقي؟ في ايه يا شوقي؟ تعال شوف المحروس عليه 200,000 تاني ولسه عايز اللي يسدد له. معلش يا شوقي يا ولد، اخوه غلبان، ساعد يا ولدي. يا راجل حرام عليك، اشق جلابيتي؟ هو حد بوظه غيرك من كتر دلعك فيه؟ اخوه غلبان يا ولد، صاحب عيال. يعني انا اللي صاحب كلاب؟ ما انا كمان صاحب عيال وعايز اربيهم. يا راجل حرام عليك، كفايه دلع فيه، كفايه. حرام عليا يا ولدي. ايوه، فضلت تطبطب عليه ونام يا حيلتي وما تشتغلش يا حيلتي، وسيب اخوكم الصغير ما يشتغلش لحد ما خيبته. كفايه دلع، كفايه. يعني ايه يا شوقي؟ مش هتساعدني؟ يا عم انا اكفيك ولا اكفي عيالي. شوف مصلحتك وشوف فلوسك دي غورتها فين. شوف مطرح ما غورتها راحتك. يعني ده اخر كلام عندك يا شوقي؟ يا دي انت ما عندكش دم خالص، مش اما تحس على دمك. يا دي مرتك لما ما تطلع هي وبناتها تكسي بناتها عم تجيب اغلى الغالي، اللحمه اللي الناس مش لاقيه تشمها اليومين دول عم تجيب 3 مرات في الاسبوع، ده غير الفراخ والسمك. ومش عايز بيتك يخرب؟ ده كده بطلوا كده. انا مش هوكل عيالي زي الناس. وهو في ناس اللي بتعمل كده؟ بلاش كده، بلاش كذب وعيش عيشة أهلك، يخرب بيتك وبيت أهلك. طب أنا همشي من البلد خالص وهسيب لك البيت والعيال واتصرفوا أنتوا مع الناس، يلا. شفت تربيتك؟ شفت دلعك فيه عملت إيه؟ أعمل إيه يا ولد؟ غلطت يا ولد، بس ده أخوك، هتسيبه يعني؟ يا أبويا حرام عليك، حرام عليك. أجيب منين بس يا رب أسدد ديون غيري؟ دبرني يا رب.